مسجد داخل قرية صلاح الدين أنشأه سليمان باشا الخادم أحد الولاة العثمانيين على سنة 935 هجرية وسنة 1528 هجرية و1529 هجرية على أنقاض مسجد قديم كان قد شيد في سنة 535 هجرية وعام 1141 ميلادية في هذا المكان قبل بناء القلعة اسمه أبو منصور قسم وإلى الإسكندرية في زمن الفاطميين. وتمكن أهمية مسجد سليمان باشا لأنه يعتبر أول المساجد التي أنشئت في مصر. قد جمع لكم هذه المعلومة طريقة صقر. ومع هل تعلم الطالب أحمد سمير؟ هل تعلم أن فرس النار بفضل أنفه وأذنه وعينه القائمة في أعلى رأسه أن يشم ويسمع ويرى دون أن يخرج من الماء. جمع لكم هذه المعلومة والطالب أحمد سمير. زملائي المستمعين، مع نصائح خيرية والطالب شريف أشرف. إليكم هذه النصائح الخيرية. يقول الأحنف: إياك وقرناء السوء، فإنك إن علمت قالوا رأيت، وإن كسرت قالوا أهمت، وإن بكيت قالوا تكلفت، وإن سكت قالوا أسرفت، وإن اتصلت قالوا بخلت. قدم لكم هذه النصائح الخيرية الطالب شريف أشرف فصل الترابط. خذوا الحكمة من أقوال الحكماء والمستان من أقوال الحكماء. نقف لكم حكمة اليوم والطالب محمد سمير. الساعة كام يا أستاذ عادل؟ الساعة كام؟ الساعة 8. مستنيينك لما تيجي. بالظبط. كان لدينا مفكرات متنوعة مرة وسيعمل بنا. إلى هنا نصل لكم إلى نهاية البرنامج الإذاعي ليوم الاثنين